بتبدا الحكايه مع واحد اسمه وينسون قاعد قدام الميكروويف في اوضه في فندق في الاسكا مستني الاندومي بتاعه يسخن. خلي بالك يا وينسون، انا كنت سمعت ان الاندومي ضرب الصحه. على كل حال وينسون وقيس فجاه كده بيدخل عليه 2 ظباط ومعاهم شرطيه امريكيه اسمها مادلين. وينسون اول ما شافهم اتفزع وطلب من مادلين ان هو يعمل معاها مفاوضات. سالته ايه هي مفاوضاته؟ وينسون قال لها اللي انت عاوزاه انا هنفذهولك. مادلين قالت له خلاص اشهد ضد موريتي وانا هديك براءه. فوينسون وافق. فعلى طول مادلين اتصلت بالاداره بتاعتها وبلغتهم ان وينسون هيشهد ضد موريتي. وتاني يوم اخدته على المطار اللي في المدينه النائيه اللي هو موجود فيها، وهناك مادلين اتأجرت طياره معفنه كده علشان توديها امريكا لان ما كانش فيه غيرها. وينسون اول ما ركب الطياره قال لها ايه القرف ده؟ مادلين بتقول له اللي لقيته مش عاوز اسمع صوتك. بتركبه على طياره وبتكلبشه في الكرسي، وبنعرف ان وينسون ده كان المحاسب بتاع موريتي اللي هو رايح يشهد عليه، وموريتي ده رئيس عصابه واعماله كلها غير مشروعه. اما مادلين فكانت بتنسق طول الوقت مع واحده اسمها كارولين، دي تبقى رئيستها في الشغل. كمان صديقتها اللي توسطت لها في انها تعمل المهمه دي، تروح وتقبض على وينسون وترجع بيه لامريكا، لان مادلين طول الفتره اللي فاتت كانت موجوده على مكتب، ما كانتش بتعمل اي شغل ميداني من فتره، وكارولين هي اللي خلتها تعمل المهمه دي على مسؤوليتها. ليه بقى ما كانتش بتعمل شغل ميداني؟ هنعرف قدام. على كل حال مادلين بتخلص المكالمه مع كارولين، وفي اللحظه دي بيجي لهم الطيار اللي هيطير بيهم لامريكا واللي اسمه داري. داري ده سيادتك من اول ما ركب على الطياره ما بطلش رغي، ومبدئيا كده بص على مادلين فصصها حته حته. كمان كان مهتم بوينسون شويه، وسال مادلين هو ليه متكلبش. مادلين قالت له ده واحد هارب كده وقبضنا عليه، ويا ريت ما تسالش اي اسئله تانية تخصه. داري قال لها انا اسف مفيش اي مشكله، وبدا يعمل البروتوكول علشان يطير بالطياره. مبدئيا بيتواصل مع برج الطيران علشان ياخد الاذن ويطير بالطياره، وداري بياخد منهم الاذن، لكن مش بنسمع البرج وهو بيديله الاذن. على كل حال داري بيطير بالطياره وبيبقى باين عليه ان هو روكي، يعني تقريبا كده زي ما يكون لسه بيتعلم الطيران، لكن مع ذلك بيكون مسترخي جدا. مش بس كده، ده كمان بيطمن مادلين وبيطمن وينسون، بيقول لهم دي مطبات هوائيه ما تقلقوش، دايما الاقلاع بتاع الطياره بيبقى عامل كده والكلام ده كله. ولما مادلين بتحب تتكلم معاه بيشاور لها تلبس السماعه علشان يسمعها، فبتحط السماعه على ودانها، بتلاقيه مشغل اغاني ومروق على نفسه، وبيتكلم مع مادلين بطريقه وديه جدا وكان حبوب كده في نفسه. بس مادلين في اللحظه دي بتلمح جرح صغير تحت ودن داري، فبتساله على الجرح ده. داري قال لها لا ابدا، ده انا بس وانا بصين الطياره اتعورت، ومعظم الوقت عينه على وينستون. ومادلين وداري بيتكلموا مع بعض كتير جدا، بتساله انت منين، شغال طيار ليك قد ايه والكلام ده كله، وداري كان بيرد عليها باجابات منطقيه على كل سؤال. والدنيا سيادتك كانت حلوه وماشيه زي الفل، لغايه ما داري بالصدفه كده بيشغل الجي بي اس بتاع الطياره علشان يقدر يحدد الموقع بتاعه، وفجاه لقى الجي بي اس مش شغال. طبعا مادلين في اللحظه دي خافت، ماشيين وسط الجبال الثلجيه ومش عارفين هم فين، ولكن داري طمنها على الاخر، قال لها ان الرحله دي مش اول مره يعملها وعارف الطريق كويس. سيادتك بتقول ايه؟ انت فاكر نفسك على طريق مصر اسكندريه الصحراوي؟ داري قال لمادلين ما تقلقيش، انا هوصلك للوجهه بتاعتك اللي هي سياتل بدون اي مشاكل. ولما لقاها متوتره فضل يسالها شويه اسئله كده علشان يهديها، زي مثلا انت شرطيه ليكي قد ايه؟ فقالت له انها ليها 8 سنين. في اللحظه دي سيادتك في طار فجاه كده بيخبط في الطياره، طبعا بيثير حاله ذعر، لكن داري ما بيخافش ولا تهز. بس مع هزه الطياره الجامده في الوقت ده فجاه بتقع رخصه صاحب الطياره دي قدام وينسون، كانت محشوره في الكرسي اللي قدامه ووقعت منه. وينسون قرب الرخصه دي برجليه ناحيته كده، وادرك ان الطيار بتاع الطياره دي مش هو داري، انما واحد تاني اسمه دارل. في الوقت ده سيادتك وينسون فهم اللي فيها، وعرف ان داري ده واحد من رجاله موريتي اللي هو رايح يشهد عليه. طبعا وينسون حاول يلفت نظر مادلين، ولكن مادلين ما كانش فاهماه. وينسون قال لها بقول لك ايه، في حاجه انا وقعتها عند رجلي هنا. ها عند رجلي؟ مادلين قالت له ماليش دعوه، اتصرف انت. وطبعا في الوقت ده داري كان مركز معاهم، فوينسون قال لها طيب بقول لك ايه، انا حاسس ان انا هرجع، فممكن تجيبي لي كيس ارجع فيه. مادلين قالت له لا، وابلع الترجيع بتاعك وانا مش هجيلك، اتصرف بقى لوحدك. بس شوف يا اخي، داري في الوقت ده حن على وينسون واداله كيس علشان يرجع فيه. في الوقت ده بالصدفه مادلين لمحت على كم داري شويه دم، واخيرا عرفت ان في حاجه غلط، وسالت داري هو انت عرفت منين ان احنا رايحين سياتل؟ داري قال لها يعني كنت هتروحوا فين؟ ما هو ده المكان الوحيد اللي الناس بتروحه لما بتمشي من الاسكا، يعني خاصه انك شرطيه ورايحه تسلمي شاهد، فاكيد يعني هتروحي سياتل. فمادلين قالت له مفيش مشكله، ممكن تتواصل مره تانية مع برج الطيران بتاع الاسكا وتقول لهم على الموقع بتاعنا. داري قال لها ليه؟ مادلين قالت له ده بروتوكول لازم نعمله، والمره دي طبعا كانت حاطه السماعات على ودنها علشان تسمع برج المراقبه وهو بيرد عليه. لكن داري لما اتكلم معاهم محدش رد عليه، فقال لمادلين يمكن تكون الجبال اللي حوالينا دي حاجبه الاشاره. ده اللي خلى مادلين تساله سؤال صعباني شويه. قالت له بقول لك ايه، تعرف الطيار اللي اسمه جانيكو فيسكي ده على فكره بيطير على نفس الخط بتاعك؟ داري قال لها ايوه طبعا اعرفه، على فكره بقى جانيكو فيسكي ده من اصدقائي المقربين. مادلين قالت له بالمناسبه جانيكو فيسكي ده واحده بنت. داري قال لها ايوه انت تقصدي اخته يعني؟ طيب انا عاوز اقول لك على حاجه بس اوعي تقوليها لجانيكو فيسكي، اخته دي بقى ماشيه معايا. بس داري في الوقت ده لما كان بيتكلم كان ملاحظ ان مادلين بصله بصه كده اللي هو معناها يعني انها مش
مش مصدقاه. وهنا بقى سيادتك الاقنعه اترفعت. مادلين في اللحظه دي طلعت مسدسها علشان تقتل داري، لكن داري طبعا تصدى لها ودارت بينهم خناقه جامده جدا. وينستون كان عمال بيتفرج على ده كله وهو متوتر جدا. اما مادلين فطلعت سكينه بعد كده علشان تقتل داري، لكن داري ضرب السكينه دي من ايديها، طيارها جت في وش وينستون وقدر يسيطر على مادلين وضربها وخلاها يغمى عليها، ودردش شويه بعدها مع وينستون. طبعا وينستون في اللحظه دي كان هيعملها على روحه. وينستون عرض على داري ان هو يديله $1,000,000 بس يسيبه يعيش. داري قال له لا طبعا، انا بعمل كده من اجل الاستمتاع مش عشان الفلوس. بس برضه وينستون كان بيحاول يقنعه وقال له ان هو معاه فلوس كتير مختلسها من موريتي، لانه زي ما قلنا هو اللي كان ماسك الحسابات بتاعته وهو اللي كان بيبعت الفلوس للناس اللي شغاله تحت ايد موريتي. وجاب سيره واحد منهم ساكن في مدينه اسمها سانكاتي. الشخص ده موريتي كان بيبعت له كل شهر $25,000. خلاص الكلام يعني داري مرضيش ياخد $1,000,000 وكان مصر ان هو يقتل وينسون ويتحرش بمادلين بعد كده يقتلها. وراح لوينسون قلعه نضارته وكسرها له. بعدها رجع لمادلين علشان يكلبشها. لم يكن داري يعلم انها كانت فايت وماسكه في ايديها صاع كهربائي. مادلين راحت صعقه بيه داري نشفته لدرجه سيادتك انه شعر المستعار بالكاب طار منه، وداري اغمى عليه لمده ثانيتين. بعدها فاق تاني وانقض على مادلين. فمادلين راحت مديها له واحده تانيه في رقبته، لكن في نفس الوقت بسبب انقضاض داري عليها مادلين وقعت على دراع القياده بتاع الطياره. ده اللي خلى الطياره تنزل بشكل عمودي اتجاه الارض. كل ده وماري بتكهرب في داري والبعيد تحسه مستمتع. وفين لما داري اخيرا اغمى عليه ومادلين بصعوبه شديده قدرت تزقه بعيد. بعدها جريت على دراع التحكم علشان ترفع الطياره لفوق مره تانيه، لانهم كانوا خلاص على وشك يصطدموا بالارض. طبعا وسط ده كله يعني مش محتاج اقول لك ان وينستون اكيد عملها على نفسه. على كل حال بعد ما مادلين بتسيطر على الطياره وبترجعها تاني لمسارها، بتشغل الطيار الالي وبتدور بعد كده في الطياره على حاجه تقطع بيها الافزان البلاستيك اللي داري كلبشها بيهم. بتلاقي مقص بس مش بتعرف تقص الافزان لنفسها، فبتضطر تستعين بوينستون علشان يوصلها الافزان. بعدها بتحاول تشد داري بعيد شويه عن وينستون علشان تكلبشه، بس داري كان تقيل عليها. ده اللي خلاها تضطر تستعين بوينستون. فمادلين فكت له كلبشات رجليه بس، وهما الاثنين شدوا داري بعد كده ودوه ورا شويه في الطياره وكلبشوه. بعدها مادلين فتشته ولقت جوه جيبه ورقه مهمه. الورقه دي سيادتك كان فيها الصوره بتاعت مادلين والصوره بتاعت وينستون وكمان صوره بيت وينستون. طبعا وينستون لما عرف ان امه في خطر اتجنن، بس مادلين طمنته وقالت له انها متاكده ان مامته لسه ما ماتتش. وينستون سالها متاكده ازاي؟ مادلين قالت له بسيطه، موريتي مش هيقدر يتحكم فيك لو قتل مامتك، فاكيد يعني مخليها عايشه علشان يقدر يضغط عليك بيها. وحاولت بعدها تبعت اشارات استغاثه لابراج المراقبه لكن ما كانش فيه اي رد. في الوقت ده مادلين بتفتكر انها معاها جهاز تقدر تتصل بيه من خلال الاقمار الصناعيه، فعلى طول اتصلت بكارولين. مادلين بتحكي لها على كل حاجه حصلت على الطياره، وقالت لها ان الطيار الموجود معاهم على الطياره ده تبع موريتي. كمان قالت لها انها دلوقتي هي اللي سايقه الطياره وانها ما بتعرفش تسوق طيارات، ده غير انها مش عارفه تحدد الوجهه الصحيحه بتاعتها. كارولين قالت لها خلاص استنى عليا، حاول اجيب لك طيار علشان يساعدك تعرفي الوجهه بتاعتك، كمان يساعدك على سواقه الطياره. في هذه اللحظه داري بيفوق. مادلين سالته انت مين؟ داري ما ادالهاش اي عقد نافع، فمادلين هددته انها هتقتله، لكن داري ما كانش خايف ولا همه. مادلين قالت له خلاص مش هقتلك، بس هكتب في التقرير انك انت خنت موريتي وكمان هوصل له الكلام ده، فبالتالي سيادتك لما تدخل السجن موريتي هيبعت لك ناس علشان تقتلك. برضه داري ما كانش همه ولا خايف. ايه يا عم انت طيب اللي بيخوفك؟ نجيب لك هنا الزاهد. في اللحظه دي كارولين كانت جابت لمادلين طيار علشان يساعدها. الطيار ده اسمه حسن. في الاول اتكلم مع مادلين وهداها خالص، وبعدها ببساطه شديده جدا قال لها على الخطوات اللي تعملها خطوه خطوه، وخلى مادلين تمشي على الوجهه الصحيحه، وقال لها بعد شويه كده هكلمك تاني علشان اتابع معاكي. في نفس الوقت ده طول الوقت داري كان عمال بيفرك علشان يفك نفسه. مش بس كده، برضه كان عمال بيحاول يستفز مادلين. بس في اللحظه دي وينستون قال حاجه مهمه، الا وهي ازاي داري عرف عنوان مامته، لان وينستون ما كانش قايل لاي حد عنوانها، خاصه طبعا موريتي اللي كان شغال عنده. ما قالش عنوان مامته غير لمكتب النائب العام. لما مادلين راحت وقبضت عليه قال لها ما حدش يعرف العنوان غير مكتب النائب العام. ده اللي خلى مادلين شكت ان في حد معاهم شغال مع موريتي، وشكها راح ناحيه مين؟ صديقتها كارولين. وشوف يا اخي الصدفه في الوقت ده كارولين بتكلمها، بتسال مادلين شويه اسئله كده مثيره للشكوك، كمان بتطلب منها ما تتواصلش مع اي حد تاني غيرها هي. مادلين سالتها مين يعرف ميعاد نقل وينستون من الاسكا لامريكا النهارده. كارولين قالت لها المدعي العام والنائب العام ووكيل النائب العام. فمادلين قالت لها وانت كمان. وفي اللحظه دي مادلين وينستون بيتفاجئوا قدامهم بضباب شديد قوي، وورا الضباب ده اتفاجئوا بجبل. بسرعه وينستون لغى الطيار الالي اللي ملوش اي لازمه ده، ومادلين حاولت ترفع الطياره على قد ما تقدر علشان ما تخبطش في الجبل، ولكن بعد عناء شديد قوي برضه خبطوا في شويه تلج فوق الجبل. بس من حظهم الحلو ان هو كان تلج بس، فما عملش اي تاثير في الطياره. المره دي بقى وينستون وداري عملوا بيبي جماعي. اما مادلين فلبست النضاره علشان تداري الدمعه اللي حبساها، وبرضه داري كمل استفزاز فيها، فكرها بعمليه قديمه كده كانت مادلين فشلت فيها. والظاهر كده ان العمليه او المهمه دي مأثره على مادلين نفسيا جامد جدا، لانها اول ما سمعت
سيره العمليه دي قامت لداري ونزلت فيه ضرب لما عمته وسابته بعد كده ورجعت قعدت تاني مكانها. ما كانتش واخده بالها ان داري سرق منها النضاره وهي بتضربه علشان يحرر بيها نفسه. في نفس الوقت ده وينستون سالها هو ايه الحكايه، هي ايه العمليه دي اللي مخلياك متاثره قوي كده؟ فمادلين حكت له الحكايه، قالت له من 4 سنين تقريبا كانت متكلفه بمهمه نقل شاهد زي حالات وينستون كده، بس وقتها بقى كانت شاهده واسمها ماريا وكانوا موجودين في فندق. ليلتها ماريا طلبت معاها انها تاخد شاور وطلبت من مادلين يعني تديها شويه خصوصيه، فمادلين دخلتها الحمام بس كلبشتها في ماسوره جوه علشان ما تهربش وسابتها وغابت عنها بتاع ربع ساعه على بالي يعني ما تاخد الشاور وكده. ولكن وقتها الشخص ده اللي ماريا كانت هتشهد عليه بعت لها واحد رمى عليها ازازه مولوتوف من شباك الحمام، وماريا طبعا ما كانتش قادره تهرب من الحمام بسبب انها كانت متكلبشه جوه وللاسف ماتت محروقه. فمن وقتها مادلين بتلوم نفسها على موت ماريا، وبرضه من وقتها ما خلوهاش تعمل اي اعمال ميدانيه تاني. وينستون ده اول عمل ميداني مادلين تعمله من بعد سنين. في اللحظه دي كارولين كلمتها تاني، قالت لها انها محضره لها فريق مخصوص تحت ادارتها هي شخصيا مستنيها في المطار اللي هتهبط فيه. مادلين سالتها اذا كان النائب العام عنده علم بالفريق ده. كارولين قالت لها لا، وقالت لها يعني ملوش لزوم ان احنا نعرفه. ده اللي خلى مادلين خافت من كارولين اكتر وكمان شكت فيها اكتر، فقفلت معاها واتصلت بالنائب العام واللي اسمه كولريدج. مادلين حكت له على كل حاجه حصلت على الطياره وكمان قالت له انها شاكه في كارولين وانها متواطئه مع موريتي. فكولريدج قال لها خلاص انا هتصرف في الموضوع ده وخلي اتصالاتك بعد كده معايا انا على طول، ما تتصليش باي حد تاني وخلي اتصالاتك في بيتي اللي موجود في مدينه سانكاتي. مادلين قالت له ماشي وقفلت معاه. في نفس اللحظه دي اخيرا بيشوفوا الساحل، معنى كده انهم قربوا على وجهتهم. بس مادلين في اللحظه دي ادركت حاجه مهمه وسالت وينستون عن الشخص اللي كان موريتي كل شهر بيبعت له $25,000. وينستون قال لها ما اعرفش اسم الشخص ده. مادلين قالت له مش مهم، انت قلت المدينه اللي عايش فيها الشخص ده اسمها ايه؟ وينستون قال لها مدينه سانكاتي. فمادلين في الوقت ده تاكدت ان النائب العام هو الشخص ده لانه هو اللي ساكن في مدينه سانكاتي، واكيد هو اللي سرب المعلومه بتاعت وينستون وعنوان بيت مامته كمان لموريتي. واتضح انها ظالمه صديقتها كارولين، بتتصل بيها بسرعه وبتقول لها على كل المستجدات، بتقول لها انها كانت شاكه فيها. كارولين قالت لها انها هتحاول تتصرف وفي نفس الوقت شتمتها، ده علشان يعني بعد كل اللي عملته ليها ده في الاخر بتشك فيها. بتكلم حسن بعد كده وبتقول له على اسم سفينه غرقانه قدامها علشان يقدر حسن يحدد مكانهم فين بالظبط. فحسن بيقول لها ان هو عارف مكانهم وخلاها كمان تمشي في الاتجاه الصحيح علشان تهبط بالطياره وتخلص. لكن في الوقت ده داري قدر يحرر نفسه وعلى طول جري عليهم، ضرب وينستون بالسكينه مرتين، كمان مسك مادلين وخنقها. في الوقت ده وفي حركه غير متوقعه من وينستون طلع السكينه من جسمه وقطع بيها الحزام اللي مادلين مخنوقه بيه. في الوقت ده مادلين طلعت بسرعه مسدس السغاسه كان موجود جوه الطياره وضربت بيه داري وولعت فيه. فطبعا داري كان بيحاول يطفي نفسه، اما مادلين فمسكت طفايه الحريق، ده مش علشان تطفي بيها داري، لا رزعته بيها في وشه، بعدها طفته واخدت منه المسدس مره تانية لان داري كان اخده منها يعني، وكلبشته برضه للمره التانية. بسرعه بعدها جريت على وينستون وعملت له الاسعافات الاوليه، بس وينستون حالته كانت خطره. كلمت حسن بعدها وطلبت منه ان هو يخليها توصل في اسرع وقت لان حياه وينستون في خطر. ومادلين في الوقت ده كان في صراع مع الوقت وفي صراع مع نفسها علشان خايفه ان وينستون يموت زي ما الشاهده اللي اسمها ماريا اللي كانت معاها قبل كده ماتت. كمان في الوقت ده شالت الكلبشات اللي وينستون متكلبش بيها في ايديه. بعدها بشويه بيجي لها اتصال من النائب العام بيقول لها ان هو مهندل لها كل حاجه وان الدنيا تمام، مش مطلوب منها اي حاجه غير انها تهبط بالطياره. فمادلين سالته على كارولين، قال لها للاسف وهي ماشيه بالعربيه عملت حادثه وماتت. فمادلين بتدرك ان هو قتلها، ده اللي بيخليها تدخل في حاله هيجان كده وبتواجه النائب العام بكل البلاوي بتاعته، وده اللي بيخليه هو كمان يحضر نفسه ليها لما تهبط. تصدق ان الغبيه؟ بعدها بشويه اخيرا مادلين بتشوف المطار اللي هتهبط فيه، وطبعا حسن كان معاها لحظه بلحظه علشان تهبط هبوط امن. في نفس الوقت برضه داري كان بيحاول يحرر نفسه للمره الثانيه لدرجه انه كسر صباعه علشان يقدر يخرج ايده من الكلبشات، وعلى طول هجم للمره الثانيه على مادلين. راحت مطلعه المسدس بتاعها اديته رصاصتين هدته شويه، وبعدها بدات في الهبوط الخشن. مادلين حرفيا بهدلت الطياره دغدغتها لدرجه سيادتك ان من شده الخبطات داري وقع من الطياره، وبالغلط عربيه من عربيات الاسعاف اللي بيجروا ورا الطياره علشان يلحقوها يعني خبطت داري موتته. على كل حال يعني فين الطياره اخيرا بتقف، وبسرعه المسعفين بيدخلوا الطياره وبياخدوا وينستون علشان يعملوا له الاسعافات الاوليه. اما مادلين لما بتنزل من الطياره اخيرا بتشوف حسن الطيار، هما الاثنين بيضحكوا لبعض كده ويعملوا باي لبعض وكده والحاجات دي. لكن في الوقت ده مادلين بتشوف ظابط كده يبان عليه ان هو فاسد دخل جوه عربيه الاسعاف اللي موجود فيها وينستون وقفل على نفسه الباب. فمادلين على طول ادركت ان ده بعته النائب العام علشان يقتل وينستون، وبسرعه جريت عليه وفتحت الباب لقيته بيقتل في وينستون. فمادلين ضربت الظابط ده بالرصاص قتلته، وللمره ال35 بتنقذ وينستون. بعدها بتكلم النائب العام في التليفون وبتقول له ان هو خلاص انتهى وانها ناويه تروح له علشان تعمل له مساج في رقبته. لغايه هنا الحكايه بتنتهي. يا ريت بقى تدوس على اللايك، تعمل كومنت وشير علشان
الفيديو يوصل لناس اكتر. ولو انت اول مره تسمعني ومش مشترك في القناه فيا ريت تشترك وتفعل الجرس علشان تجيلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده. مستنيكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سامي زازا.